رضا عبد العال في رد غير متوقع على جماهير الاتحاد السعودي. تعال نسمع رضا عبد العال قال ايه وبيدافع عن النادي الاهلي. زي ما بنجيب للناس دي الفيديوهات السلبيه، لازم نجيب لهم الفيديوهات الايجابيه عشان يكون ده بحق ربنا. تعال نسمع رضا عبد العال قال ايه وبعدين هنرجع نرد عليه ونرد عليهم الرد الناري في جماهير الاتحاد السعودي. تعال اسمع كده. احنا عندنا تعقيب انا عندي تعقيب صغير كده هقوله للاعيبه النادي الاهلي والخالد بيبو وللمدير الفني. خالد بيبو لازم تعرض الحته دي للعيبه، لان ده هيفرق بنسبه 100%. انا من وجهه نظري خلال المباراه، ومش هتردوا يعني بعد ما تشوفوها. انا عارف ان انتوا هتردوا في الملعب مش بره الملعب، لا احنا ردنا هيبقى في الملعب، او رد لعيبه النادي الاهلي هيبقى في الملعب. بس انا عايزك توريه لمستر كولر عشان يعرف ان النادي الاهلي كبير، وان هو ان الناس دي خايفه ومرعوبه من اسم النادي الاهلي. فاحنا كولر لما يشوف الفيديو ده يعني اعمل الصح، بس اعمل الصح وسيب الباقي على لعيبه النادي الاهلي. وعدم التوفيق اللي في الفتره اللي فاتت ان شاء الله يبقى في الماتش بتاع يوم الجمعه ده. فان شاء الله باذن الله دي رساله من جماهير الاهلي اللي هي على مستوى العالم مش في مصر بس. لما هتشوف الفيديو ده انا عارف ان كله هيتنحرر زي ما انا اتنحررت. انا قلت لك ان انا بتحارب كتير وبيهاجموني كتير والكلام ده، والله عمري ما رديت على حد ولا هرد على حد. بس انا الفيديو ده استفزني بدافع ان انا مصري، دي رقم واحد. اتشرفت ان انا لعبت للنادي الاهلي، ده رقم اتنين. واي واحد مصري ما رضاش بالكلام ده، اي واحد مصري عنده كرامه مهما كان. يعني انا حتى لو فرقه زفته اللي هي راح تمثل مصر في اي معترك رياضي وعمل يعني اي بلد عملت كده ضدهم، اقسم بالله هطلع اقول الكلام ده. لان المصري جدع في كل حته وراجل في كل حته وعمره ما بينخ. فانا بقول ان الفيديو ده هيفرق كتير قوي في ماتش يوم الجمعه، واحنا مش هنرد الا في الملعب، واخد بال حضرتك. وبقول لجماهير نادي الاتحاد كنتوا استنيتوا لبعد الماتش، ومن حقكم بعد الماتش تعملوا اللي انتوا عايزينه، تعملوا اللي انتوا عايزينه بس بعد ما تكسب. انما انت دلوقتي بتعمل كده. كفايه يا عم رضا، كفايه يا عم رضا الكلام اللي انت قلته. عشان خاطر انا عايز اوصل للناس رساله مهمه في الفيديو ده، ان احنا كجماهير في مصر زمالك او اهلي ايد واحده. يعني انا وابن عمي على الغريب. اي نعم احنا بننافس بعض جوه مصر، لكن لما نطلع بره كاس عالم للانديه فهنا الاهلي مش عايز بقى ناس هتبص تلاقي ناس طالعه تقول لك فهنا الاهلي بيمثل نفسه، هنا الاهلي ما بيمثل. هنا يا جماعه احنا بنتكلم جماهير مصريه. يعني لما الاهلي طلع وخد افضل نادي في افريقيا كان هنا بيتكلم النادي الاهلي المصري، بنقول الاهلي المصري ايا كان انت زملكاوي او اهلاوي، هنا بيقول الاهلي المصري. فهنا انت ترفع راسك فوق، انت مصراوي، انت مصري. فهنا النادي الاهلي بيحطك على المحافل الدوليه، يبقى تساعده، يبقى تسقف له، يبقى تقف معاه. هنا رضا عبد العال بيتكلم عن ان في مشجعين في الاتحاد السعودي كانوا جايبين نمر وجايبين العلم بتاع النادي الاهلي وجايبين النمر وهو بياكل علم النادي الاهلي. هم كانوا جايبين النمر وهو بياكل علم النادي الاهلي. فهنا رضا عبد العال لما شاف الفيديو قال لك لا، نمر ايه ده، احنا عندنا برضك نسر جريح. نسر جريح يقدر ينخر في النمر برضك وما يخلوش يطوله. احنا عندنا ايه، نسر جريح. لو انت مش واخد بالك منه، عندنا نسر بيقدر يجرح، بيقدر ياخد، بيقدر ينكش من غير ما حد يطوله وهو على الارض. وانت نمر بتجري على الارض واحنا نسر طايرين في السماء، نقدر بمخالبنا نخبط فيك وننقشك ونجرحك. عرفت الكلام؟ ومردا على الكلام انا حبيت بس اوصل رساله. وسواء كنت سعودي بتشوف الفيديو او اهلاوي او زملكاوي، لازم احنا كلنا مصريين نكون ايد واحده. اي نعم بننافس بعض، لكن بره مصر بننافس اي نادي بديل او اي نادي بره مصر، احنا كلنا ايد واحده مع بعض. هنيجي بره مصر هتقول لي اتحاد سعودي، هتقول لي هلال، هتقول لي مش عارف، احنا بننافس بعض جوه الملعب.
بننافس بعض جوه الملعب. لازم الفيديو ده اللي اتكلم عليه الكابتن رضا عبد العال ده يكون دافع للاعيبه النادي الاهلي، واحنا بنتكلم في السوشيال ميديا عشان خاطر الكلام يوصل للاعيبه النادي الاهلي ويوصل للجهاز الفني ويوصل للاداره ويوصل للناس كلها، عشان خاطر الناس تكون قادره ترد في الملعب وتقدر تجيب الفوز من قلب السعوديه، من قلب وجود جماهيرهم في قلب السعوديه، ونقدر كمان نوصل ان شاء الله لنص النهائي، ونقدر نوصل للنهائي. وباذن الله باذن الله البطوله دي اللي احنا كلنا يعني حاسين ان هي بعيده، لا باذن الله البطوله دي قريبه. هو ده يا رجاله اللي فاضل، هو ده الكاس اللي فاضل في دولاب بطولاتنا، هو ده الكاس اللي فاضل في دولاب بطولاتنا. فان شاء الله عندنا ثقه في لعبتنا وفي جهازنا الفني وفي ادارتنا ان احنا ناخد البطوله دي. شفتوا يا رجاله انتم موصليننا لايه وطموحنا فين؟ طموحنا على البطوله وعينينا بص على البطوله. شكرا لكل الناس، لايك والشير ابو الصحاب، وخليك مهتم عشان اللي جاي اهم. حبايب قلبي.